وفي هذا الوقت الذي نمد فيه أيدينا للتعاون، علينا أن نشير بصراحة إلى التهديدات التي نتعرض لها والتي تحركها وتدعمها أطراف خارجية. إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية ليست مجرد انتهاكات للقانون الدولي، بل هي استفزازات منسقة تهدف إلى تقويض تقدم سوريا واستقرارها. وقد عبرت سوريا بوضوح عن نواياها أننا لا نسعى إلى الحرب بل إلى إعادة الإعمار، وما زلنا ملتزمين باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، وندعو جميع الأطراف وخصوصا شركائنا في الاتحاد الأوروبي إلى ضمان احترام هذه الاتفاقية قولا وفعلا. كنا نحذر منذ بداية تحرير سوريا في 8 ديسمبر ولغاية اليوم من أن عدم تطبيق اتفاقية 1974 سيقود إلى الفوضى. هناك مناطق حتى يومنا هذا تتعرض لهجمات متكررة من جماعات مسلحة وفلول النظام السابق تثير الرعب في صفوف السكان المحليين وتستهدف القوات الأمنية السورية وتزهق الأرواح بوحشية. وفي أي بلد آخر كانت هذه الأفعال لا تصنف فورا كهجمات إرهابية. تقوم القوات السورية بواجبها في ملاحقة هذه العناصر والحد من قدرتها على تهديد المدنيين وأمن البلاد وسط ظروف شديدة التعقيد. ومن هذا المنبر ندعو شركائنا الدوليين وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي إلى تفهم هذا الواقع ودعم سوريا في مساعيها لحماية أمنها واستقرارها. نطلب من شركائنا أن يتعاملوا مع سوريا كما هي اليوم لا كما كانت في الأمس، ويجب أن يشمل هذا التعاون أيضا الدفاع عن سيادتنا. أي فوضى في المنطقة لن تصب في صالح أي جهة في المنطقة. اليوم سوريا هي جزء أساسي من الأمن الإقليمي، وأي جهة في المنطقة تريد أمنها واستقرارها عليها أيضا أن تدفع باتجاه أمن سوريا واستقرارها، وأن تحترم سيادتها وتعين الحكومة السورية على حصر السلاح بيد الدولة.